السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه الاخبار؟ ان شاء الله ده الفصل الثاني، وفي الفصل ده احنا هنتكلم عن ازاي تماستر الاساسيات. عايز اقول لكم ان الفيديو اللي انتوا بتشوفوه دلوقتي هو فيديو من كورس المونتاج بتاعي، ولو انت محتار او مش عارف الكورس ده ليك ولا لا فاعتقد الفيديو ده ممكن يغير وجهة نظرك. فاهم حاجة، كمل الفيديو ده للاخر، استفاد منه، وبعد كده حدد اذا كان الكورس ده مفيد ليك ولا لا. خلينا نكمل. زي ما انا بقول دايما، لو عايز تحترف حاجة معينة فلازم تحترف اساسياتها احسن من اي حد. فدي كده مقدمة عن الفصل الثاني وحاجة تقول لك احنا هنتكلم في ايه. وعلشان كده الفيديو ده اللي هو الفيديو الاول احنا هنتكلم فيه عن حاجة اساسية جدا ومهمة جدا جدا، وهي تنظيم الملفات. من الوارد دلوقتي ان انت تكون شخص مش بينظم ملفاته، سواء انت شخص مش منظم او ان انت مش عارف ازاي تنظم الملفات. وخلينا اقول لك ان دي حاجة انا مريت بيها، فكرة ان انت تنظم ملفاتك حسب ترتيب معين في دماغك. خلينا اقول لك ان دي حاجة في حد ذاتها معقدة جدا، لان في علم اسمه علم التسمية او علم الترقيم او علم الترتيب، بس كله فكرته ان هو يقول لك ازاي ترتب وترتب بناء على ايه. انت كنت متخيل ان الموضوع معقد بالشكل ده؟ وعلشان كده ففي الفيديو ده انا هقول لك على كل حاجه انت محتاج تعرفها عن تنظيم الملفات بتاعتك على الكمبيوتر وعلى البريمير، والترتيب ترتب على اي اساس، وازاي ترقم كل ملفاتك. فما تقلقش، انت هتطلع من الفيديو ده عارف كل حاجه عن التنظيم وعن الملفات وعن الترتيب وعن الترقيم وكل الكلام ده. فبس دلوقتي خليني انقل لكم للسبوره اشرح لكم احنا هنرتب ملفاتنا على اي اساس. طيب جميل قوي. زي ما انتم شايفين دلوقتي، انت حاجه من الاثنين، اما ان انت كونتنت كريتور او ان انت فريلانسر. في حاله ان انت كونتنت كريتور فانت عندك بروجكت واحد بس هو اللي انت شغال فيه، اللي هو البروجكت بتاعك انت بس. ولو انت فريلانسر فانت عندك كذا بروجكت، انت ممكن تكون شغال مع كلاينت A، كلاينت B، كلاينت C، كلاينت D، معاك كذا كلاينت، وفي نفس الوقت انت كمان برضو بتعمل كونتنت. يعني المثال الاكثر شمولا هو المثال اللي تحت، اللي هو فريلانسر مثلا اند كونتنت كريتور، لان في الحاله دي انت هتعامل نفسك معامله كلاينت زي باقي الكلاينتس اللي معاك. فالمثال اللي احنا نشرحه هو مثال الفريلانسر، لان انت ممكن تكون فريلانسر او ممكن تكون عندك ايجنسي مثلا، فده هو المثال الاكثر شمولا. طيب جميل قوي. دلوقتي احنا محتاجين نسال سؤال، وهو انت محتاج ايه؟ انت محتاج ايه علشان تعمل نظام لفريلانسر او لايجنسي؟ انت محتاج ان انت يكون عندك سيستم كبير قوي كده، او تنظيم للملفات كبير قوي جواه شغل الكلاينتس بتوعك، مثلا كلاينت A، كلاينت B، كلاينت C، كلاينت D. تمام؟ وانت مثلا كلاينت A اللي هو انت، تمام، لان انت هتعامل نفسك كبروجكت من ضمن البروجكتس اللي انت بتشتغل عليها. طيب جميل. دلوقتي انت محتاج مثلا لو فتحت كلاينت A محتاج تشوف ايه جواه، او ايه اللي انت بالفعل محتاجه جواه. بكل بساطه انت محتاج 3 ملفات. دول 3. اول ملف معانا وهو البروجكتس، ده مثلا فيه البريمير بتاعك، فيه الافتر افكتس، فيه الفوتوشوب. ففولدر البروجكتس انت محتاج البروجكتس اللي انت بتشتغل فيها، لو بتستخدم بريمير وافتر افكت، ولو بتستخدم فوتوشوب مثلا بتعمل سامنيلز او كده. تاني حاجه بقى وهي ان انت محتاج الفوتج بتاعتك. كل الفوتج اللي انت هتستخدمها محتاجها تكون برضو موجوده في فولدر وحدها، زي مثلا الاي رول، البي رول، السكند اي رول، الميوزك بتاعتك، كل الساوند افكتس، الفويس اوفر، الصور، كل الحاجات دي انت محتاجها تكون موجوده في فولدر واحد وهو فولدر الفوتج. نيجي بقى لثالث واخر حاجه معانا وهي الفاينل. انت محتاج الفاينل، تمام، لان ده شغلك مع العملاء، فده انت محتاج تحتفظ بيه لنفسك وللعملاء، وده الفولدر اللي انت هتسلمه اساسا للعميل، فده انت محتاجه برضو يكون موجود، لان هيكون جواه حاجتين. اول حاجه الفيديو لو في فيديوهات، ومحتاج كمان الفوتوز. لحد هنا احنا ماشيين كويس، ولكن محتاجين نزوم ان اكتر على الفولدر بتاع كل عميل او كل كلاينت، ونحاول نوضح اكتر ايه الحاجه اللي انت هتحطها جوه الفولدر ده. فلو مسحنا ده وافترضنا ان احنا هنكرييت فولدر كبير للكلاينت A، هيبقى بالشكل ده. محتاجين ايه اللي يكون موجود جواه؟ زي ما قلنا طبعا محتاجين اول حاجه الفولدر بتاع البروجكتس، تمام، اللي هو 1 projects، 2 الفوتج، و3 وهو الفاينل بتاعنا. تمام، الترتيب هيكون كده 1 2 3 او 0 1 0 2 0 3. طيب حلو قوي. خلينا نقول ان مش ده بس اللي احنا محتاجينه، احنا محتاجين حاجه كمان. انت اكيد عارف ان الكلاينت اللي انت بتشتغل معاه عنده حاجات هو بيستخدمها، زي اللوجو، زي الالوان بتاعته، زي اي اوفرلاي مثلا هو بيستخدمها. من الاخر البراندنج داتا، او الداتا اللي هي بتاعه البراند بتاعه. فاحنا هنا محتاجين نعمل فولدر نسميه 0، نسميه براندنج داتا. تمام، هنيجي اكتر لحته الصفر والواحد والاثنين والثلاثه، تمام، بس هو ده اللي احنا محتاجينه. احنا محتاجين براندنج داتا، ومحتاجين الفولدر ستراكشر اللي هيكون فيه البروجكتس اللي احنا بنستخدمها. طيب حلو قوي. فتعالى بقى ناخد كل اللي احنا عملناه ده، او كل اللي احنا كتبناه ده مع بعض سوا، ونحطه في دايجرام كبير نوضح فيه كل حاجه احنا هنعملها دلوقتي على الكمبيوتر. فده كلاينت A، تمام، هيكون معانا البروجكت تمبلت اللي هو صفر، بروجكت تمبلت
وده هيكون جواه البروجكتس، الفوتج، الفاينل، هيكون كمان معانا البراندنج داتا. جوه بقى البروجكتس هيكون هنا معانا البريمير وافتر افكتس، البروجكتس بقى بتاعت البرامج دي، والفوتوشوب اخيرا. ولو انت مثلا عايز تستخدم الالستريتور فممكن كمان يكون معاهم. بالنسبه للفوتج فخلينا مثلا نقول A رول، و B رول، وفوتوز، واوديو فايلز. خلينا اقول كمان ان الحاجات دي انت هتحددها على اساسك انت. يعني مثلا لو انت شغال على فيديوهات فيها خرائط فهتعمل فولدر تسميه مثلا مابس. لو انت شغال على توتوريالز فانت هتعمل فولدر تسميه فيديو ريكوردنج. ولو انت هتعمل فيديوهات مثلا زي الفيديوهات بتاعتي انا فانت هتعمل حاجه اسمها سكند A رول. فحسب طبيعه شغلك وحسب طبيعه شغل الكلاينت انت بتعمل البروجكت تمبلت اللي بيناسبه. احنا دلوقتي هنعمل اللي فيه السكند اي رول، ولكن انت زي ما قلت ممكن تعمل الحاجات اللي تناسبك انت بس. فتعالوا بقى ناخد نفس التنظيم اللي احنا عملناه دلوقتي هنا على السبوره ونحطه على الكمبيوتر. ولو انت مش فاهم شويه حاجات فده هيبان لك اكتر واحنا بنطبق بالفعل، وبرده وانا بقول لك ازاي تستخدم ده في اخر الفيديو انت هتفهمه اكتر واكتر. طب زي ما انتم شايفين دلوقتي انا فتحت فولدر هو ابيض ما فيهوش اي حاجه، وهنبدا نعمل ده دلوقتي من الصفر. زي ما قلنا انت فريلانسر او حد عندك ايجنسي فانت عندك كذا كلاينت. فخلينا اول حاجه نعملها وهي ان احنا نعمل ملف جديد. الملف ده هنسميه 00 شرطه كلاينت تمبلت. وهقول لكم ليه احنا مسمين ده كلاينت تمبلت. تمام، فده الفولدر رقم 0 اسمه كلاينت تمبلت. هنفتحه. اول فولدر قلنا هنعمله هو الفولدر بتاع البراندنج داتا، اللوجو بقى، الالوان، كل حاجه لها علاقه بالاوفرليز والمؤثرات الصوتيه اللي هو بيستخدمها وكده، دي هنعمل لها فولدر نسميه براندنج داتا. فصفر شرطه براندنج داتا. تمام، وجوه البراندنج داتا دي ممكن هنا مثلا نعمل فولدر نسميه واحد لوجو. تمام، وفولدر كمان نسميه 2 colors، فولدر تالت نسميه transitions، وهكذا 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 لكل الداتا اللي الكلاينت ده بيستخدمها، لان ده البراندنج بتاعه هو. حلو قوي. نيجي بقى لاهم حاجه احنا اتكلمنا عنها وهي البروجكت تمبلت ذات نفسه. هنعمل ملف جديد نسميه 4 اصفار شرطه project template بالشكل ده. وهنفتح بقى البروجكت ده. جوه بقى البروجكت تمبلت ده احنا هنعمل 3 ملفات. اول ملف، تاني ملف، تالت ملف. واول ملف هنسميه 01. تمام، projects زي ما اتفقنا. وتاني ملف هنسميه 02 footage. وتالت ملف 03 final. جوه البروجكتس هنفتحه هنا برضو هنعمل كذا ملف. ده مثلا هنسميه 01 premiere، والتاني هو افتر افكتس، والتالت هو فوتوشوب. هنرجع لهم تاني بس هنكمل الملفات بتاعتنا. هنفتح بقى الفوتج ونبدأ نعمل باقي الحاجات اللي احنا قلنا عليها. اول واحد هنسميه 1 A roll، التاني هيبقى second A roll. حاجه على جنب، لو انت مش عارف ايه هي السكند اي رول فهي الحاجات اللي انت بتبقى مصورها بالكاميرا بتاعتك ليك، مثلا وانت ماسك الموبايل، ليك وانت بتذاكر، ليك وانت بتقرا، مشاهد زي اللي انا بصورها وبحطها على فيديوهات اليوتيوب بتاعتي. والتالت حاجه بقى وهي البي رولز، دي بقى كلنا عارفينها. دي بقى الحاجات اللي زي الفيديوهات اللي انت بتحملها من على النت، الصور اللي انت بتحملها من على النت، اي حاجه انت بتجيبها من على النت وبتحطها. فيديو ريكوردنج مثلا للشاشه بتاعتك انت عايز تعمله او تحطه في البي رولز فممكن تعمل كده. فده بالظبط هو البي رولز. نيجي بعد كده لرقم 4 وهي البيكتشرز او الفوتوز. تمام، رقم 5 هي الاوديو فايلز. بالنسبه لي انا بحب ساعات ارندر حاجات افتر افكتس، فبعمل فولدر رقم 6 وهو افتر افكتس ريندرز او اكسبورت مثلا بالشكل ده. نفتح بقى الاوديو فايلز ونعمل جواه 3 ملفات. اول ملف هنسميه ميوزك لو انت بتستخدم مزيكا، انا بالنسبه لي ما بستخدمش. وتاني فولدر وهو الساوند افكتس SFX، ودي اكتر حاجه انا بستخدمها. واخر حاجه وهي الفويس اوفر بالشكل ده كده. فاحنا كده عملنا تنظيم الملفات بتاعنا بشكل كامل. فاضل بس حاجه بسيطه قوي وهي ان احنا ندخل على البروجكت ونعمل بروجكت نحطه جوه كل فولدر من الفولدرات دي. يعني دلوقتي هنفتح بريمير وافتر افكتس وفوتوشوب وهنعمل بروجكت تمبلت وهنعمل لكل بروجكت منهم سيف جوه الفولدر بتاعه هنا. فاول حاجه خلينا نفتح البريمير وهنكريت نيو بروجكت ونختار السيف لوكيشن بتاعه في المكان اللي انا اخترته اللي هو فين، محمد عادل اهو هنا. ونفتح البروجكت تمبلت
نفتح البروجكتس بريمير برو، تمام، وهنسمي ده 000 شرطة بروجكت تمبلت، نفس الاسم اللي احنا سميناه هنا ده كده، ونيجي عاملين كرييت. لو عملنا سيف وبعد كده رحنا عند البروجكت تمبلت بتاعنا هنلاقي ان البروجكت اتعمل له سيف هنا. فاللي هنعمله دلوقتي هو ان احنا هنعمل نفس التنظيم اللي عملناه بره ولكن جوه البريمير نفسه، وهنبدا نسمي الحاجات دي بكذا اسم مختلف. اول حاجه انا بحب اعملها وهي الاسيتس بتاعتي، هنرجع بعد كده للاسيتس. لو رحنا للفولدر اللي انا عامله لنفسي اللي هو فيه الكلاينتس اللي انا شغال معاهم ولنفسي، هنلاقي ان في حاجه اسمها ام اسيتس. الفولدر ده فيه كل حاجه انا بستخدمها لكل كلاينت، كل حاجه انا بستخدمها لنفسي ولاي كلاينت موجوده هنا. فانا بحب اي بروجكت افتحه اخد الام اسيتس دي واحطها هنا، فده كده البروجكت بتاعي ثابت فيه كل حاجه انا محتاجها. اي حاجه بعد كده انا بحملها من على النت بحطها في الاسيتس بتاعتي، وفي البروجكتس القادمه لما بحط الفولدر بتاعي بتبقى كل حاجه ابديتد وفيها كل حاجه انا محتاجها. فعلشان كده الفولدر ده موجود معايا في التمبلت وهو اسمه اسيتس. نيجي بعد كده نعمل حاجه كمان نسميها 0 ونسميها بريمير فايلز، وده بيبقى جواه الحاجات اللي انا بجيبها من هنا، زي مثلا الاوفلاين فايل والادجستمنت لاير والبارز اند تون بلاك فيديو، اي كلر مات او ترانسبيرنت فيديو بحطها هنا. اي حاجه جبتها من جوه البريمير او عملتها من جوه البريمير اللي هي اشهرهم الادجستمنت لاير بحطها جوه البريمير فايلز. نيجي بعد كده لثالث حاجه والاخيره وهي السيكونسز. في السيكونسز هنا انا بعمل كذا سيكونس، مثلا دلوقتي خلينا نعمل سيكونس 1080 نسميه مثلا ام سيكونس 1920 في 1080 25 اف بي اس، تمام، بالشكل ده كده. ونغير الاعدادات نخليها 1920 في 1080 كده كله مظبوط. اوكي، فالسيكونس ده انا بسيبه هنا، تمام، وبعمل سيكونس شبهه كمان بسمي ده مثلا 3840 ال 4K بقى 3840 في 2160 وبدخله هنا معاهم وبفتحه، بس بعدله بدل ما بخليه 1080 بخليه برضو 3840 في 2160 بالشكل ده. فكده انا بقى عندي تو سيكونسز، واحد 4K وواحد فول اتش دي كلهم هوريزونتال. ولو انت عايز تعمل الفيرتيكال اللي هو بتاع الريلز برضو ممكن تعمله حسب البروجكتس بتاعتك طبيعتها عامله ازاي. يعني احنا دلوقتي مثلا ممكن نعمل من الاثنين دول كمان دوبليكيت، تمام، ونفتح كل واحد منهم نعكسه. يعني ده مثلا هنخليه فيرتيكال فهيبقى 1080 بالشكل ده كده في 1920 بالمنظر ده. مش محتاجين ال 4K على فكرة فيرتيكال، فاحنا ممكن نسيب ده بس ونعدله كمان خليه 1080 في 1920 بالشكل ده ونعمل سيف. كده احنا بقى معانا في البروجكت ده 3 سيكونسز، 2 هوريزونتال فول اتش دي و4K وواحد بس فيرتيكال فول اتش دي. فاي بروجكت انا بفتحه بعد كده مش بحتاج ان انا كرييت نيو سيكونس، انا بس بفتح دبل كليك. ولو بالمناسبه محتاج تغير الفريم ريت وانت واقف في السيكونس ادخل عند السيكونس وغير للفريم ريت اللي انت عايز تغيره. ولكن كده انت عملت حاجه ثابته مش محتاج تعملها كل مره، ودي حاجه احنا هنتعمق فيها كمان شويه. ولكن ده كده بالنسبه للسيكونسز. بعد كده بيبقى نفس تنظيم الملفات اللي بره، واحد شرطه A roll، 2 second A roll، 3 B roll، 4 rows، 5 فزي ما انتم شايفين كده ده دلوقتي نفس تنظيم الملفات اللي انا عملته بره هو ولكن عملته في البريمير. فبعد ما عملته هعمل سيف كده، انا حفظت البروجكت بتاعي. نيجي بقى طالعين منه وهنفتح دلوقتي مع بعض افتر افكتس. هنعمل نفس الكلام بالظبط، عملنا نيو بروجكت وهنسمي بعض الاسماء بس، مثلا ممكن نسميه مثلا ميديا، تمام، 0 كومبوزيشن اختصارا ليها. ونعمل فولدر كمان نسميه اسيتس، ونعمل كمان فولدر نسميه ماتس، بحيث ان الكالر ماتس او اي حاجه بتاعه الافتر افكتس احطها هنا. فدلوقتي احنا بقى معانا الاسيتس والكومبوزيشنز والماتس والميديا، فيها بقى جواها ممكن مثلا نعمل فيديو واثنين اوديو. وده التنظيم بس بتاع الافتر افكتس، مش محتاج تعمل اكتر من كده او محتاج تعمل اكتر من كده حسب انت بتستخدم البرنامج ده ازاي. وهنعمل له بقى سيف في الكلاينت تمبلت اللي احنا عملناه. هنفتح البروجكت تمبلت بروجكتس افتر افكتس وهنسميه نفس التسميه 4 اصفار بروجكت تمبلت بالشكل ده كده. فدلوقتي احنا بقى معانا البريمير تمبلت والافتر افكتس تمبلت. ممكن كمان نعمل ده في الفوتوشوب. نفتح فوتوشوب دلوقتي، مثلا لو انت بتعمل سامنيلز فهي بتبقى 1920 في 1080، فانا هكرييت التمبلت بتاعي. ممكن بقى تحط اي حاجه انت عايز تحطها هنا، ولكن انا بسيبه ابيض كده فاضي. فبروح عند الفايلز وبروح عند سيف از
وهروح عند الفولدر بتاعي هو client template project template projects فوتوشوب، وهسميه project template بالمنظر ده كده واعمل سيف. فبس كده دلوقتي احنا البروجكتس بتاعتنا بقت البريمير البروجكت موجود، افتر افكتس البروجكت موجود، والفوتوشوب كمان البروجكت بتاعه موجود. دلوقتي بقى اللي احنا هنعمله هو ان احنا هنطلع عند كلاينت تمبلت وهنحاول نفهم ازاي احنا هنشتغل او هنتعامل مع الفولدر ستراكشر ده او مع التنظيم ده. طيب جميل قوي، لنفترض دلوقتي ان احنا شغالين او هنشتغل لسه مع 3 كلاينتس، كلاينت اكس كلاينت واي كلاينت زد، واحنا عاملين البروجكت تمبلت ده. تفتكر هل هنعمل كل اللي احنا عملناه طول الفيديو من اول وجديد، ان احنا هنبدا نظبط احنا محتاجين نعمل بروجكت بالشكل ده وبروجكت بالشكل ده، وكل مره انت هتكريت بروجكت او هيجي لك كلاينت جديد هتعمل الكلام ده من الاول؟ لا، وعلشان كده احنا عملنا التنظيم ده مره واحده بس، مش هنكرره. ليه؟ لان بكل بساطه انت دلوقتي في كلاينت جديد جه يشتغل معاك، خد ده اعمل له كوبي في نفس المكان اعمل له بيست، بقى عندك نسخه منه. وهنا بقى هنيجي للتسميه، التسميه مهمه جدا في الحالات دي. ده مثلا اسمه 00 تمام، فاللي بعده هيكون 01، اللي بعده 02 03 04 05 06 لحد مثلا 99. لو انت متخيل ان انت هيشتغل معاك بعد كده مثلا حوالي 1000 كلاينت او 2000 او 3000، خلي التسميه بتاعتك وانت بتعمل التمبلت مكونه من 4 اصفار، 4 اصفار شرطه والكلاينت تمبلت بتاعك. ولكن مثلا ده كلاينت رقم 1 عندي، ف 01 وهسميه مثلا كلاينت اكس تمام، فده كلاينت اكس. طب جه كلاينت بعده عادي هكريت من ده كمان نسخه وهسميه مثلا كلاينت واي، وجه كمان بعده واحد كمان كوبي وهسميه كلاينت زد كلاينت زد. فدلوقتي احنا بقى معانا كذا كلاينت، محمد مصطفى عبد الرحمن ايا كان الكلاينتس اللي انت شغال معاهم، مش محتاج ان انت تعمل نفس الفولدر ستراكشر ده، هو كده كده معمول وانت بس بتعمل منه نسخ. طيب حلو قوي، تعالى بقى مثلا ندخل جوه الكلاينت اكس تمام. الكلاينت اكس عنده البراندنج داتا بتاعته، فانت هتفتح تاخد بقى منه اللوجو، تاخد منه كل الالوان اللي هو بيستخدمها، تعرف ايه شكل الفونت اللي هو بيستخدمه، وتاخد كل الحاجات دي وتحطها في البراندنج داتا بتاعتك. البراندنج داتا دي هي اللي فيها كل الداتا اللي انت بتستخدمها مع الكلاينت ده. ما ينفعش مثلا البراندنج داتا دي تستخدمها لكل الناس، لان كل واحد اكيد ليه البراند بتاعه المختلف. فده كده بالنسبه للبراندنج داتا. طيب حلو قوي، هل الكلاينت ده انا هعمل له بروجكت واحد بس؟ لا، احنا علاقتنا في الغالب بتكون مستمره، ان احنا مثلا بنعمل 100 بروجكت مع بعض، او ممكن نفضل شغالين 5 سنين مثلا فنعمل مع بعض 2000 بروجكت فيديو كل يوم مثلا. فدلوقتي البروجكت تمبلت ده احنا بنعامله بنفس بالظبط معامله الكلاينت تمبلت، ان احنا بننسخه كل ما نحتاج منه. فهل احنا هنعمل ده من اول وجديد؟ لا طبعا. قال لي مثلا ان احنا هنعمل فيديو النهارده، فانا باجي واخد نسخه من ده وباجي عامل منه نسخه كمان هنا، والبروجكت ده مثلا هو بروجكت رقم 1 بنتكلم فيه عن ايجيبت تمام، مصر. اوكي، وهنا بقى في حاجه، وهي ان انت بعد ما عملت التسميه دي هتضغط على F2 تاخد نفس التسميه دي كوبي وتسمي بيها البروجكتس بتاعتك. فتيجي داخل بقى عند البروجكتس بريمير برو، اقف عنده F2 كنترول في، فبقى اسم بروجكت البريمير ايجيبت. الافتر افكتس نفس الكلام، افتحه واضغط على F2 بقى نفس الاسم. الفوتوشوب نفس الكلام، F2 نفس الاسم. فدلوقتي كل البروجكتس بقت نفس الاسم، فدلوقتي انت بقيت عارف تميزهم عن الكلاينت واي اللي ليه اسامي مختلفه تمام. فدلوقتي كل حاجه بقت متنظمه ومتسميه. حلو قوي. طيب لنفترض ان انت دلوقتي هتفتح بروجكت البريمير تمام، فتح معانا عادي جدا باسمه اللي هو ايجيبت تمام. هتفتح السيكونسز، هتختار مثلا السيكونس اللي هو الفول اتش دي وهتبدا تشتغل عادي جدا مفيش اي مشكله. ممكن كمان تسمي السيكونس بنفس الاسم ايجيبت، فدلوقتي بقى ده متعرف او بقى ده معروف. ولكن البروجكت من بره بيكون باسمه مش بيكون باسم السيكونس، فبراحتك ممكن تسمي او ممكن ما تسميش. خلينا نقول مثلا ان دلوقتي في البروجكت ده انت محتاج تعمل حاجه فيها افتر افكتس، فهتروح تعمل ترانسبيرنت فيديو وتحط الترانسبيرنت فيديو بتاعك في البريمير فايلز. خليك منظم، اهم حاجه في حاجه زي كده وهي النظام، وان انت تفضل ماشي بنفس المستوى بتاعك، كل حاجه متنظمه. وانا هفتح معاكم دلوقتي بروجكت انا شغال عليه، بروجكت تقيل، وهوريكم شكله عامل ازاي. فدلوقتي احنا اخدنا الترانسبيرنت فيديو ده وهيبقى افتر افكت كومبوزيشن. بس هل هتعمل الافتر افكتس كومبوزيشن ده في بروجكت مختلف؟ لا، احنا عاملينه. هتروح تفتح الافتر افكتس تمام، تفتح ايجيبت تمام، هتلاقيه فتح معاك الافتر افكتس بتاع البروجكت ده، الاثنين مع بعض في نفس الفولدر، فالاثنين تبع بعض. بعد ما فتحناه هنا كليك يمين replace with after effects composition، هتلاقيه فتح معاك الكومبوزيشن بتاع ده. ده هيفيدك في ايه؟ هيفيدك مثلا لو انت بعد كده حبيت تكولابوريت مع حد، فتقدر تبعت له لينك البروجكت كله مره واحده، حته واحده تاخده من هنا
تحطه عنده هو او ترفعه له على النت وهو يقدر يكمل شغل. مش كل حاجه تبقى متسيفه في الدوكيومنتس او مش عارف فين او مش عارف فين، لا هو كل حاجه موجوده في اماكنها وكل حاجه متنظمه. فدلوقتي انت لو هتعمل اي افتر افكتس اربطه بنفس البريمير بتاع نفس البروجكت، ولو كمان هتحط فوتوشوب بروجكت فتفتح الفوتوشوب وتعمل من ده نسخه وتعمل له اديت زي ما انت عايز وتدخله جوه الافتر افكتس. كل حاجه موجوده في نفس المكان واحد بس. نرجع لحته التسميه في حاجه بسيطه قوي، وهي ان احنا مثلا لو عملنا 3000 بروجكت تمام، فبقى 01 02 03 لحد 3000، فبالتسميه اللي احنا عاملينها هتلاقي ان الصفر صفر صفر ده لسه في الاول. مهما حطيت من البروجكتس او مهما عملت من الحاجات، الصفر صفر صفر ده في الاول، لان في علم اسمه علم الترقيم او علم التسميه، ان الارقام بتبقى من 0 ل 9، فالصفر بيبقى الاول 1 2 وهكذا لحد 9، بعد كده من A لحد Z. فمثلا لو دلوقتي احنا عملنا بروجكت سميناه A تمام، او عملنا فولدر سميناه A، هينزل تحت خالص. طيب لو عملنا واحد تاني سميناه G تمام، هيبقى في النص. طب لو عملنا واحد كمان سميناه X هيبقى هنا. طب لو عملنا واحد كمان سميناه Z تمام، هيبقى هنا، هيبقى في الاخر A G X Z. طب لو عملنا حاجه فيها 4 اصفار مثلا شرطه ومش بتبدا بقى بحرف البي، لا ده بتبدا بحرف الاي، هنلاقيها جت في الاول خالص. فالترقيم بيبدا من 0 ل 9، بعد كده من A to Z. ده هيفيدك جدا لان انت بتبقى عايز ترتب ملفاتك بتنظيم معين وكل حاجه تبقى في اماكنها، ان الحاجه التمبلت فوق والحاجه اللي انت بتشتغل عليها والوقت عليها بيروح فبتنزل لتحت. ممكن مثلا تبدا الترقيم بتاعك من 3000 او من 2000 لحد 0، فاي حاجه هتبقى قديمه اللي هو 2000 مثلا هيبقى تحت خالص لحد ما بتطلع فوق خالص عند البروجكت رقم 1. فدي فايده تنظيم الملفات، يعني دي اهم حاجه انت لازم تعملها بجد، لان انت لو شغال مع ناس كتير هتحتاج ده، ولو انت حتى شغال بتعمل فيديوهات لنفسك فانت محتاج للنظام. طيب دلوقتي خلينا اوريكم بروجكت انا اشتغلت عليه لكليه العلوم في جامعه اسيوط. زي ما انتم شايفين ده كده شكل البروجكت. هو بروجكت كبير قوي تقريبا 12 دقيقه تمام، في كل حاجه احنا استخدمناها، في حاجات كتير قوي، افتر افكتس، اوفرلايز، ادجستمنت لايرز، جرافيكس، كل الحاجات دي، انترفيوز مع ناس كتير جدا. تعالوا بقى نطلع لتنظيم الملفات. شوفوا بس هو ده تنظيم الملفات. في بقى حاجات مختلفه زي الانترفيوز مثلا، زي مثلا نستد سيكونسز، لان احنا عملنا كذا نست سيكونس. في حاجات كتير ولكن كل حاجه متنظمه في اماكنها، فاي واحد هيشتغل بعدي في البروجكت ده هو مش هيعطل في اي حاجه خالص، لان كل حاجه واضحه ومتنظمه. فبس كده، دي كانت كل حاجه للفيديو ده، واشوفكم في الفيديو اللي جاي. سلام.